إزاي بكلمة واحدة ممكن تزوّد التفكير الزايد، وبكلمتين تقدر توقّف التفكير الزايد أو إن أنت تقلل من حدته. مين فينا ما بيفكّرش؟ التفكير هي حاجة طبيعية جدًا، وكل إنسان عايش بيفكّر علشان يقدر إن هو يقرر، وعشان يقدر يعيش حياته بالشكل وبالأسلوب اللي هو عاوز يعيشه بيها. طيب إمتى بيتحوّل التفكير العادي للتفكير الزايد؟ التفكير العادي زي ما قُلنا إن هو بيبقى مرتبط بحاجة معيّنة وهو حاجة طبيعية وكل الناس عايشة بتفكّر. التفكير الزايد هو لمّا تفكّر زيادة عن الحد، يعني لمّا تفكّر في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، في اللي حصل واللي حاليًا بيحصل واللي ممكن يحصل، في كل التفاصيل، في كل مقابلة، في كل كلمة اتقالت لك، في كل تصرُّف اتصرّفه الطرف التاني أو الشخص التاني اللي قدّامك أو المجموعة اللي أنت كنت مقابلها. المشكلة الكبيرة في التفكير الزايد إن أنت عقلك طول الوقت بيكون مشغول، بتفكر طول الوقت في كل السيناريوهات اللي حصلت واللي ممكن تحصل، بتفكر في تفاصيل كتير وغالبًا بتكون تفاصيل سلبية، بتفكر في مواقف ممكن أصلًا ما تكونش موجودة أو ما تحصلش أصلًا، ده بيخلّيك مش عارف تكمّل حياتك بشكل طبيعي، بيخلّيك مش عارف تنام، بيخلّيك طول الوقت مُشتّت ومُنهك نفسيًا وحاسس إن أنت تعبان وما عندكش طاقة لأي حاجة. طيب إزاي بكلمة واحدة ممكن إن إحنا نزوّد التفكير الزايد؟ لو لو كنت اشتغلت الشغلانة دي كان زماني باكسب أكتر، لو كنت اتجوزت الشخص ده كنت هاكون سعيدة أكتر، لو كنت انفصلت عن الشخص ده كان ممكن أكون مرتاح، لو كنت رديت على الشخص ده في الخناقة أو في المشكلة أو في النقاش اللي إحنا كنا بنتناقش فيه كنت هاقدر أوقّفه عند حدُّه. وعلى الرغم من إن كلمة لو كلمة بسيطة وبنستخدمها كتير، لكن مع التكرار بتخلّينا نثبت في نفس السيناريو، في نفس السيناريو الحلو اللي إحنا تخيلناه في عقلنا، السيناريو اللي إحنا كنا نفسنا إن هو يتحقق، مع إن إحنا ما نعرفش لو إحنا كنا استخدمنا السيناريو ده في الواقع ده، كان هتبقى الحقيقة نفسها اللي إحنا بنتمناها والّا لأ. طيب إيه هي الكلمتين اللي إحنا ممكن نستخدمهم علشان نقدر إن إحنا نتحكم في كلمة لو؟ الكلمتين سهلين جدًا، حتى لو، حتى لو كنت اتجوزت الشخص ده ممكن جدًا ما كنتش أكون سعيدة، حتى لو كنت انفصلت عن الشخص ده كان ممكن إن أنا برضه ما أكونش مرتاحة، حتى لو أنا اشتغلت الشغلانة دي كان ممكن إن أنا ما أكمّلش فيها، كان ممكن إن أنا ما أكونش مرتاح، حتى لو كنت ردّيت على الشخص ده، كان ممكن يكون وقح، وكان ممكن أكون ساعتها مش مرتاح أكتر، حتى لو مش هي الحل السحري أو الحل النهائي لمشكلة التفكير الزايد، لكن هُم كلمتين ممكن إن أنت تستخدمهم علشان توقّف السيناريوهات اللي بتدور في دماغك، علشان ترجع للحقيقة مرة تانية، وعلشان ترجع للتفكير الواقعي مرة تانية، وتبقى عارف إن كل دي تخيلات وسيناريوهات أنت اللي عملتها، لكن هي لو حصلت في الحقيقة ممكن ما تمشيش زي ما أنت ما كنت متخيل. الزايد هو عرض مش مرض، هو عرض ممكن يكون مرتبط بمشاكل كبيرة بتمر بيها، مشاكل مادية، مشاكل انفصال، مشاكل عادية في الحياة بس متراكمة عليك بشكل كبير، لكن ممكن كمان تكون مرتبطة بأمراض نفسية زي القلق، التوتر، الاكتئاب، الخوف المرضي، الوسواس القهري، اضطراب ما بعد الصدمة وغيرهم. كمان ممكن تكون مرتبطة بأزمات نفسية مؤقتة بنمر بيها زي مثلًا أزمة منتصف العمر. حابين إن أنتم تعرفوا معلومات أكتر عن التفكير الزايد أو تتعرفوا على طرق جديدة عشان إن أنتم تتعاملوا معاها، ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي إحنا اتكلمنا فيها قبل كده، أنا هاحط لكم اللينك فوق، وفي الفيديوهات دي هتلاقوا أفكار كتير وطرق كتير إحنا اتكلمنا عنها بالتفصيل. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة، وكانت معاكم نهى موافي، باتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.